الراجل فضل يكرر حركة العد على صوابعه، علشان كل مرة كان بيعمل الحركة دي كان بياخد مكافأة $100، وفي وقت قصير بقى معاه $120,000. تاني يوم الراجل اكتشف إن قوته الخارقة اتطورت، بقى دلوقتي يقدر يشوف قيمة الحاجات، وبعد شوية اكتشف مزهرية سعرها $800,000. ولما كان لسه هيحاسب، البايع وقفه واتهمه إنه عايز يدفع $5,000 في زجاجة مكسورة. وبعد فصال الراجل في الآخر اشترى الزجاجة $1,000. بعد كده خدوا المزهرية لواحد صاحب محل تحف علشان يقيمها. أول ما شافها اتصدم، لأن المزهرية كان عليها ختم نادر وغالي جدا. وفي الآخر صاحب المحل اشترى الزجاجة ب1,500,000. بعد فترة الراجل الغني طلع مبخرة وطلب من الراجل يقيمها، لكنه اكتشف إن المبخرة دي مضروبة، ووضح عيوب التقليد في صناعتها. بعد كده الراجل الغني عين الراجل مستشار عنده، ووعده بمرتب سنوي $10 ملايين. لكن البنت قالت إن الراجل كذاب. الراجل الغني شرح لها سبب تعيينه، بس هي لسه كانت عايزة تتحداه في تحديد قيمة الأحجار الخام. البنت بدأت تختار بعناية، بينما الراجل كان قاعد على الكرسي بيتكلم عادي. لحد آخر 5 دقايق الراجل بهدوء مسك حجرين وداهم للموظف، ولما الأحجار اتقطعت الكل اتصدم. الحجر الأول كان سعره على الأقل $10 ملايين، ولما شافوا الحجر التاني طلع هو كمان ب$10 ملايين. على طول بعد كده الراجل الغني عرض عليه مرتب سنوي $30 مليون بالإضافة لأسهم في الشركة، وطلب منه ينضم لشركته.